اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. وصفتنا النهاردة إن شاء الله هتكون طاجن العكاوي. هنعمله بطريقة سهلة ومكونات بسيطة وطعم إن شاء الله هيعجبكم جدا جدا. تابعوني في الفيديو علشان تشوفوا المكونات والطريقة. المكونات معايا عبارة عن بصل وجزر وكرفس وطماطم وعود قرفة خشب وورق لورا وتوم صحيح. ومعايا كمان البهارات مستكة وحبهان وفلفل اسود حصى مجروش خشن. ومعايا كمان نص كيلو من البصل القوارمة، ومعايا فلفل اخضر وتوم مفروم ومعلقة صغيرة من هريسة الفلفل الاحمر، ومعايا عصير طماطم وبطاطس متقطعة مكعبات، والبهارات ملح وفلفل اسود وبهارات اللحمة. ومعايا طبعا اللحمة لحمة العكاوي بتطلبوها من الجزار، بتقولوا له انا عايزة الديل اللي هو بتاع العجل، بتوزنيه كله على بعضه زي ما انت شايفة كده بالشكل ده، بيوزنه له كله مع بعضه. هنبدأ معانا الطريقة ان شاء الله بسيطة جدا. بنبدأ نتبل اللحمة بتاعتنا، بنتبلها بملح وفلفل. في البداية كده بتتبلي العكاوي بتاعتك بالملح والفلفل وشوية رشة بسيطة من البهارات بتاعة اللحمة، بتدي طعم جميل جدا جدا لما بتيجي تعملي اللحمة وتديلها صدمة في البداية. بحط حلة على النار وبسخنها كويس، وبحط شوية من الزيت وكمان معلقة من السمنة، وبحط البهارات الخشنة معايا حبهان ومستكة وفلفل اسود بكون طحناه خشن عشان ما يخليش الشوربة معاكي غامقة. واول ما المستكه بتاعتك بتبدا تدوب بننزل باللحمه بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه كده في الفيديو. طبعا ده كله على نار عاليه علشان مش عايزين اللحمه بتاعتنا تنزل الميه بتاعتها، بتديها صدمه كده سريعه. الطريقه دي بتديكي طعم جميل جدا للحمه بعد ما بتيجي تسلقيها. وببدأ احط الخضار بتاعي بصل وجزر وكرفس وطماطمايه مقطعه مكعبات وعود قرفة خشب ورقتين 3 من الورق اللورا، وكمان فصين او 3 من التوم صحيح كده. بنحط كل الخضار ده مع اللحمة، بيدي طعم جميل جدا للشوربة. بشوح برضو الخضار لمدة دقيقة او 2 كده على النار مع اللحمة. ما شاء الله الريحة جميلة جدا جدا. وبكون مجهزة مية مغلية، بتبدأي تحطي المية المغلية على اللحمة. طبعا اي لحمة فيها عظم لازم وضروري ان احنا نسلقها في البداية، ما ينفعش نحطها في الطاجن مباشرة. حطيت المية بتاعتي تكون مغطية اللحمة، وبغطي الحلة بتاعتي، وحاولي تسيبي غطا الحلة موارب شوية كده لمدة 10 دقايق عشان اللحمة ما تعملش معاكي ريم كتير. ولو ظهر اي ريم بتحاولي تشيليه في البداية، وبعد 10 دقايق بتبداي تغطي الحلة تماما وبتهدي النار، وبتسيبي اللحمة بتاعتك لحد ما تستوى تماما على نار هادية. وفي نص الوقت بتاع السوا بتاع اللحمة طبعا بتملحي الشوربة بتاعتك، بتحطي معلقة كبيرة من الملح او حسب رغبتك. شايفين ما شاء الله منظر الشوربة جميلة جدا جدا واللحمة بتاعتنا استوت. في الوقت ده بكون مجهزة حلة تانية على النار، بحط فيها معلقة من السمنة البلدي، وبتحط شوية من الزيت مع السمنة عشان برضو السمنة متتحرقش من الحرارة. وببدأ احط البصل معايا نص كيلو من البصل القوارمة. حطي بصل براحتك، ما تقلقيش، البصل بيدي طعم جميل جدا للطاجن. ولو مش متوفر عندك البصل القوارمة ممكن تستخدمي بصل شرايح عادي تقطعيه وتستخدميه عادي بنفس الطريقة. نزلت كمان بشوية من الثوم المفروم ومعلقة صغيرة من هريسة الفلفل الأحمر الحلو مش حراقة طبعا، وكمان معايا قرن فلفل أخضر مقطعة مكعبات صغيرة. وحطيت كمان شوية من البهارات بتاعتي ملح وفلفل وبهارات اللحمة المشكلة اللي معايا. وبعد كده بنزل بالخضار، مقطعة البطاطس بتاعتي مكعبات تكون سميكة شوية علشان تاخد وقت السوا بتاع اللحمة. ولو متوفر معاك عندك جزر او حابة تحط جزر ممكن تحط كمان جزر، لو مش متوفر مفيش اي مشكلة، بتكتفي بالبطاطس بس. ببدأ اشوح الخضار بتاعي كده تشويحة سريعة على النار مع البصل. وبكون مجهزة عصير طماطم. الطماطم انا مسبكاها شوية على النار، بديها غلوتين كده على البوتاجاز قبل ما بحطها عشان اسرع عملية التسوية. وبعد كده بجيب اللحمة بتاعتي وبنزلها مع الخضار، تاخد برضو من طعم البهارات والصوص اللي موجود الجميل ده. وبغطي الحلة وبسيبها تاخد غلوتين 3 على النار على البوتاجاز من فوق قبل ما ادخلها في الطاجن. طبعا بزود اللحمة بتاعتي بكوبايتين من الشوربة علشان ما تلزقش منك او تنشف. شايفين ما شاء الله منظر اللحمة والخضار جميل جدا جدا. بعد ما سبت اللحمة بتاعتي مع الخضار مدة 10 دقايق على النار، خدت غلوتين،
بكون مسخنه الطاجن بتاعي في الفرن، وببدأ انزل باللحمه والخضار في الطاجن. طبعا انا عامله مع العكاوي لحمه حمراء عاديه. لو عندك اطفالك مثلا ما بيحبوش العكاوي او ما بياكلوهاش، ممكن تضيفي لحمه حمراء في قلب الطاجن، مفيش اي مشاكل. حطيت الخضار بتاعي واللحمه كلها في الطاجن زي ما انت شايفه بالشكل ده. وحاولي تخلي الطاجن بتاعك يكون فيه صوص زايد شويه علشان ما ينشفش منك في الفرن. وبغطي الطاجن بتاعي بورق زبده وورق فويل، بغطيه بطريقه محكمه جدا، وبتدخليه الفرن. طبعا اللحمه بتاعتنا مستويه يا دوب، بس هناخد سوى البطاطس. بتسيبيه في الفرن تقريبا من ساعه الا ربع لساعه على نار هاديه، ما شاء الله بيستوى، بتبقى اللحمه طالعه طريه جدا، والبطاطس والخضار كله مستوي، وريحته وطعمه جميل جدا. خد تقريبا ساعه في الفرن علشان اللحمه بتاعتك تبقى دايبه خالص وجميله. وبتقدميه بألف هنا وشفا مع رز ابيض او رز بالشعريه زي ما تحبي. عايزه اوريكم كمان اللحمه قد ايه دايبه ومستويه، ما شاء الله طعمها وريحتها روعه روعه روعه. والخضار بتاعنا كمان استوى وجميل ومش مهري ولا حاجه. طبعا بتحطي الطاجن بتاعك على ارضيه الفرن، وحاولي تحطي الطاجن في صينيه تانية عشان تعرفي تتحكمي وتشيليه وتطلعيه من الفرن بكل سهوله. شايفين ما شاء الله البطاطس بتاعتنا مستويه ومش مهريه، والصوص بتاعه جميل جدا جدا. وطول ما انت حطاه في الفرن على نار هاديه مش هياخد منك شوربه ولا حاجه، ومش هينشف. ولو نشف شويه بتتابعيه في الفرن، وبتحاولي تزوديه بكوبايه من الشوربه من حل اخر. ما شاء الله استوى وخد تقريبا من ساعه الا ربع ساعه. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي في العيد وتعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واسيبكم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.